شهد صممت اللي هي تاخدها من جنبي. قمت دخلت الحمام، قلت البطه دي بتاع الدنيا بطه عشان اخش الحمام. راحت بطه قامت قعدت على حالها عقبال ما اخش الحمام. المهم وانا راجعه لقيت شهد قامت وقفت قدام السرير. كلنا طلعت على السرير، لقيتها واقفه شهد وكانت حبيبتي ليا واقفه قدام السرير. قلت لها طب اقعدي يا شهد. لقيتها مصممه ان هي تاخد بطه تقوم تتمشى معاها. بطه قالت لها مرتين، قالت لها يا شهد انا عايزه انام. صممت لا يا بطوطه انت جايه تنامي، لا يا بطوطه انت جايه تنامي، امي تعالي نتمشى. رحت انا قلت لها خلاص يا بطه ما هي شهد خوقتنا نقوم. لقيتها اخدتها وراحت تتمشى بيها. رحت انا قعدت بقى فين مع ستها بره. بعد ما قعدت مع ستها لقيت دخلت الاول لقيت ام محمود بتغسل لعبد الله الهدوم، وعبد الله كان بيستحمى. المهم خلاص قعدنا. بعد كده لقينا حماده جايب المكنه. بعدها بشويه لقيت امه بتقول له يا حماده الله انت وصلت اختك المدرسه؟ راح قال لها اه انا وصلتها المدرسه. شويه خلينا في طب اتفضل. ماشي قول لي حضرتك. انا مش عايز طب ماشي حضرتك اسالني وانا راجل على انت ساعة الوفاة ايه اللي حصل؟ ساعة او الوفاة ساعة موت بنتك ايه اللي حصل؟ لقيت شهد جاية عليا، بتعيط جامد وقاعدة تقول المواسير نزل عليا دم. واحنا جوه كده في الحتة بتاعت بيتهم الصغير. خلاص لقيتها قاعدة بتعيط عيط جامد. قاعدة تقول المواسير نزلت عليا ودم عيط جامد. رحت انا بقى طبطبت عليها وقلت لها ما تزعليش يا شهد. لقيت ستها قالت لها اقعدي بره في الشمس يا شهد وحطي الخده تحت منك وايه عشان برضه حضرتك انا اشتغلت فوق يعني حضرتك؟ انت انا اشتغلت فوق بنتي لقيتها نايمه كده بالطول، كده وحاطه ايديها عامله ايديها كده ولقيت الموبايل في ايديها ولقيت ايديها الجنب الثاني فيها المرايه. يعني انت كنت تحت؟ احنا كنا تحت. دورت على بنتك ما لقيتهاش؟ ما تلاقيتش بنتي لما انا دخلت الاول البيت. اللي حصل انا كنت رحت انا وبنتي مرحومه طب اتفضل وانا راجل على فاطمه زياره لاهل خطيبها محمود. قعدت يومين مش كده؟ لا هو اليوم واليوم اللي هو التاني واليوم اللي هي اتوفت فيه. ويوم الواقعه انا بصيت على بنتي فاطمه ما لقيتهاش. ايوه قعدنا ندور عليها. وطلعت فوق في الدور الثاني لما محمود هو الاول. محمود انا قلت ما احكي لسعادتك اهو. لما لقيت ما طلعتش بنتي لقيت ام محمود احكي بقى حضرتك. لقيت ام محمود بتقول لي لما اجى واحد نادى على محمود لقيت امه بتقول لي خش يا ام خليل خبطي على محمود تحت. يقول لي واحد بيندى عليك. ده مين بقى؟ ده انا ما اعرفش.